وسط تحذيرات بعودة فوران بركان أو ثورة بركان أيسلندا، يتزايد عدد السياح هواة الطبيعة والتزلج على الجليد في البلاد. استمتاعهم بمراقبة البركان عن قرب قد يطول إذ تغير اتجاه الريح وأعيد إغلاق مطار أيسلندا ثانية. تبدو الصورة مرعبة للوهلة الأولى، لكنها محط أنظار وإعجاب البعض الذين اختاروا أيسلندا وجهة سياحية لهم لرؤية الصورة عن قرب. أتمنى أن يأتي الناس لمشاهدة البركان، وحبذا لو يستمر في إطلاق حمامه هكذا، فهو يبدو كألعاب نارية تنطلق من الجبل. هذا البركان الذي تسبب في إغلاق نصف مطارات أوروبا قبل أسابيع عاد من جديد ليهدد أسفار الصيف. بركان إيجافجالا شهد تزايدا ملحوظا في ثورته أخيرا، حيث يوضح معهد الأرصاد الجوية في أيسلندا أن سحابة الرماد البركاني ازدادت حجما وكثافة، وهو ما أدى إلى تغير اتجاه الريح الذي بدوره أدى إلى إغلاق المجال الجوي في أيرلندا واسكتلندا. بركان إيجافجالا هو واحد من عشرات البراكين التي يغطيها الجليد في أيسلندا، غير أن الجبل الذي ينطلق منه هذا البركان هو ثاني أكبر جبل جليدي وسط البلاد، وهي بلاد يغطي الجليد 11% من مساحتها، ولهذه الأسباب تجتذب مزيدا من السياح، حيث ناهز عددهم العام الماضي نحو نصف مليون شخص، وهو ضعف عددهم عام 2002. يعتقد البعض منهم أن أجهزة الإعلام بالغت في تصوير خطورة براكين أيسلندا. بصراحة لا أعتقد أنه خطر. لقد ذهب البعض إلى حد الجنون في هذا الأمر، لكن الاستمتاع بيومنا هنا يبدو كأي يوم جميل آخر. أعتقد أن الإعلام بالغ في ردود الفعل، وبرأيي الناس لا يتوقف عن التوجه إلى هذه البلاد. ليس هناك أي خطر في الوجود هنا. أيسلندا هزتها الأزمة الاقتصادية عام 2008 وأفلستها، غير أن أمورها تبدو أفضل حالا في الوقت الراهن على الرغم من انفجار البركان.